فاكرين شركة لورد بتاعت مكن الحلاقة؟ أنا بقى دقني دولت دقني دولت. فقلت إيه، أنا عاوز أجيب مكنة حلاقة غير اللي هي بالكهرباء دي، أحب أظبط بيها الدنيا يعني. طبعا لقيت جيليت أسعارها سافرت بعد سعر الدولار، افتكرت لورد بقى بتاعت زمان الجميلة دي. ليه بقى؟ طلعت لي في إعلان موجود على فيسبوك، ولقيتهم عاملين حاجة غريبة جدا. تعالوا نشوف في ايه في البتاعة دي، عشان البتاعة دي انا اشتريتها منهم حقيقة، وقلت ايه نكتشفها سوا. نقول بسم الله. نبتدي في ايه؟ دي الاول. دي المفروض حسب ما انا طلبت يعني فيها شوية مكن حلاقة يكفيني السنة كلها. بس ايه عاوزين نوصل لها الفتحة الحلوة دي. طب احنا عاوزين حاجة نفتح بيها وحاجة هواية. عاوزين حاجة نفتح بيها. احنا عاوزين نجهز الفيلم بعدها. هاتي المفتاح العربية. يفتح بقى الايه العلبة الخزعبلية دي، مسمينها لورد شيف كلاب. بسم الله. اتنين فوم حلاقة عشان نظبط هذا المشهد. ماشي. بس انا عاجبني اوي فكرة الباكينج دي، عارف الموضوع تحسه اكبر من اللي هو مكنة حلاقة. بس احنا هنطير جملة بقى. بص هنفتح محل. لا بس والله جامد. كم واحدة بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 في صفين، 26 26 و26 52. ده 52 اسبوع. وهم كاتبين في الاعلان ان اصلا الواحده استخدامها او الشيف دي استخدامها اسبوع لو انت بتحلق يوم ويوم او كل يوم، يعني من الاخر هي السنه كلها فعلا يعني. والله كويسه على فكره. فيها 2 موس والبتاع اللي هي المرطبه دي، بس جامده بجد. لا شابوه. الموضوع ده كله بقى بكام؟ 225 جنيه. يعني انا عارف ايه، قعدت اتساءل في كارفور بعد ما شفت الاعلان بتاعهم هي الناس دي عامله ايه، معرفتش الحقيقه. بس بجد يعني برافو لورد على الخطوه دي. ويعني وانا مبسوط ان انتم وفرتوا لنا بديل محلي محترم. وبالمناسبه ده مش اعلان مدفوع لاجر، انا اشتريت عادي الحاجات دي وما اعرفوش حتى ان انا بعمل الريفيو ده. بس بصراحه حسيت ان الموضوع لذيذ يعني هنجرب نروح نجرب الفوم ده برضو، وهبقول لكم تجربتي اذا كان والله العظيم محترم جامد. بس هروح احلق واجي. طيب خلينا نجرب الحاجات دي وابقى اكتب لكم في الكومنتس تجربتي معاها ايه. المنتج التاني بقى اللي كان غريب جدا، ان شركه طول عمرها من يوم ما انا حاجه كده بتبيع مكن حلاقه وفوم حلاقه وبتاع، تلاقيها بتبيعه. استغربت بصراحه. هو العرض كان مغري جدا بصراحه. انا يعني ايه، قلت لا انا هجيبه على الله بقى نجرب بقى. يلا نشوف. انت متخيل ان انت تلاقي بطاريات لورد؟ يعني هم قرروا ان هم يستثمروا في البطاريات دي. يعني دي بطاريات الريموت. بس بقى العلبة دي فيها كام واحدة بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كل واحدة فيها 4، يعني 48 بطارية. بس انا هفتح سوبر ماركت. وهنا اعتقد
اعتقد نفس الموضوع. ايوه هما نفس العدد، بس بطاريات قلم اللي هي الكبيرة بقى بتاعت الحاجات التانية. غالبا لورد ايه يعني ما جيليت كانت مأثرة علينا الفترة اللي فاتت دي، فقالوا قلبوا عيشهم في حتة تانية. يعني قدرتها بقى عاملة ازاي، تطلع تمام ولا هتطلع نص نص لسه هنشوف. لكن بصراحة سعرها كان جامد جدا. بصراحة أنا نسيت السعر كام، فروح أبص وأجي. تيجي الموبايل ده استنى. والله بجد نسيت السعر كام بتاعه. لا مش مكتوب هنا. طب والله عظمة يعني. لا حلو. 48 بطارية قلم، 48 بطارية ريموت، 225 جنيه. ديل. يا رب يا لورد يطلعوا حلوين. يعني نشكركم على ان انتم عاملين لنا منتج محلي، يعني يساعدنا يكون بديل بدل الحاجات اللي موجودة. يعني الفيديو ده يعني شكر وتشجيع على الفكرة. ربنا يستر بس البطاريات تطلع حلوة. بس انا واثق فيكم يعني. وبجد حلوة قوي الباكج دي، يعني كل دول سنة كاملة ومعاها الاثنين فوم دول. جامد. لو عجبك الحمادة ده متنساش الحاجات اللي بيعملوها دي، لايك وشير وسبسكرايب عشان ربنا يكرمنا.